بالرغم من ذلك، واللي حصل اغرب شيء في الوجود، مفيش جمعيه، في لجنه اسمها لجنه الاشراف على الانتخابات، يرأسها احد يقولون انه من القضاة. هذا هو الذي رأس الجمعيه العموميه التي يجب ان يرأسها النقيب. وجاءني تهديدا من وزير الري بالامس، وقعه سكرتيره، بيقول لي فيه غير مسموح لحد من اعضاء المجلس بالحضور سوى الامين العام والنقيب. فتاكدت انها مؤامره لاحضر انا والنقيب ويتم الاعتداء علي بالناس بتاعتهم. فطبعا امتنعت عن الحضور لانه واضح كان التهديد من الخطاب. السكرتير بيكلمني يقول له احذركم وخلي بالك وهنعمل وهنخلي. فقلت لا، ده انتوا ناويين على نيه مش سليمه، ولذلك لم احضر. ولكن فوجئت وانا بطلع دلوقتي على التلفزيون ان جميع القنوات الفضائيه قاعده بتشتم فينا كذب وافتراء، ولم تتولى قناه واحده انها تتصل بينا تقولوا لنا ايه رايكم، ايه ردكم على هذا الكلام. حرفيه المهنه واصول ممارستها لم تتبع. في راي واحد بيتكلم جمع مجموعه من الناس، من ناس انا عمري ما اعرفهم واشك انهم مهندسين، وكل واحد قاعد يقيل الاتهامات، وكلها اتهامات اي واحد يسمعها يضحك. نحن يراقب على اموالنا الجهاز المركزي للمحاسبات بتاع الدوله، ويدعون ان احنا بندعم حماس. يعني ايه بندعم حماس؟ يعني انا ببعت فلوس لحماس وعلى مرأى ومسمع من الدوله. اللي يسمع الكلام ده يبقى اهبل ولا يبقى مش اهبل؟ يعني هذه الاتهامات توجه لكم من وزير الري مباشره ام من اطراف اخرى؟ ايوه، وابلغ النيابه العامه ضدنا في هذا. بماذا ابلغ النيابه العامه؟ بلاغ ضده للنيابه العامه بتهمه البلاغ الكاذب، عشان اثبته انا عايز قدام النيابه، او اقف انا وهو واشوف مين الكذاب، انا ولا هو. مين اللي ادى معلومات؟ مين اللي ودى الكلام اللي بيقوله ده وبيروجه وبيخلي الناس تصدقه؟ يدعي اننا اموال المعاشات وزعناها على الشهداء والكلام ده. الشهداء الفلوس التي وزعت طلع بقرارات سابقه توزيع فلوس على الشهداء ده قبل ما احنا ندخل النقابه في 2010. وكمان لما جينا نطبقه قلنا لا يا اخوان، فلوس المعاشات لا تدفع للشهداء، ولكن انشانا صندوقا خاصا اسمه صندوق الرعايه الاجتماعيه والحالات الحرجه، وهذا الصندوق تبرعات مننا ومن اخرين عشان خاطر للناس اللي نفسي، يعني انا بدعو دي الناس تزعل مني، ان يذيقهم الله قرة القلب على واحد من ابنائهم قتل. انا مش هسميه شهيد او غير شهيد، مات شاب صغير عنده 20 سنه، شاب صغير عنده اسره واولاد. لما تيجي النقابه تديله 5000 جنيه من فلوس التبرعات. هل ده حرام يا اخوانا؟ هل ده يعاقب عليه القانون؟ انا مندهش الحقيقه. اللي بقت الرحمه عضبت من قلوبهم المهندسين. طيب انا المهندسين مش لحد غريب. ادعوا ان احنا بندي الموظفين، لم يحدث. ادعوا ان احنا بندي الطلبه، كذب وافتراء. كله الحقيقه كلام غريب جدا، ولم نعطى الفرصه للدفاع عننا. ويطلع اي واحد يقول اي كلام وحصلها يقول لك ايه، وللاسف يدعي انه مهندس كاري وبيقول ده والله كان فرق بينهم وبين اللي قبلهم 4000 صوت. لا يا حبيبي، ده كان الفرق بيننا وبين 100000 صوت او 23000 صوت بالضبط بالرقم. كله اساسي. طيب لا يعني ما مستقبل هذه الإجراءات التي تتم الآن؟ يعني وفقا لما نشاهده الآن على الشاشة يبدو أن هناك إقبال كبير بشكل أو بآخر على هذه الجمعية العمومية من قبل المهندسين. أيوة الإقبال الكبير. عايز أقول لك حاجة، أنه لصالحنا وليس ضدنا. ولكن على رأي واحد صاحبنا بيقول لك وافي أبو العلا، وافي أبو العلا ده فيلم معروف بتاع صلاح منصور، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا والصناديق صناديقنا، يبقى وافي ابو العيله خلاص. انما انا حسب ما ابلغت ان عدد الناس
انا قاعد في بيتي على فكره، ما نزلتش، لانه زي ما قلت لحضرتك تحاك ضدي مؤامره، فانا بحافظ على حياتي. طيب يعني أنتم ترون الإجراء الحادث الآن إجراء باطل أم إجراء يستمر؟ إجراء باطل تماما، لا تجرى جمعية عمومية. كيف تقول أنه إجراء باطل وفي نفس الوقت سيد ماجد تقول أنه في صالحكم؟ لا، هو مش الإجراء، صندوق الانتخاب. هم أصلهم إيه؟ عملوا صندوق انتخاب وهو باطل. إنما لو حتى النتائج طلعت وهي باطلة، وأنا بقول لا باطلة، لو طلعت صحيحة ستكون صالحنا. يعني المهندسين اللي نزلوا هم ضحكوا عليهم، قالوا لهم هي دي الجمعيه العموميه وخشوا حطوا صوتوا في الصندوق. المهندسين صدقوه وبيصوتوا في الصندوق. انما حسب ما بلغني وحسب الناس اللي بلغتني هناك ان عدد كبير من الموجودين هناك من المؤيدين لنا، فبذلك الصندوق سيعطي نتائج لصالحنا. انما هل الصندوق سليم ولا باطل؟ لا، الصندوق باطل. إذا مجلس نقابة المهندسين لا يعترف بنتائج هذه العملية أيا كانت نتائجها. نتائج هذه العملية أيا كانت أنا معاك، لصالحنا أو غير صالحنا، الإجراء باطل من أساسه، وكل ما بني على باطل فهو باطل. من الذي يشرف على هذه الجمعية العمومية؟ للأسف لجنة قضائية. من الذي شكل هذه اللجنة؟ وزير الري. وليس ذلك من سلطاته. تجاوز سلطاته لأقصى حد. سلطاته محددة في المادة 15 من القانون. يعتمد قرارات الجمعية العمومية. تجاوز سلطاته. له أن يعترض كمان، مش يعتمد، له أن يعترض على قرارات الجمعية العمومية. نعم. أشكرك شكرا جزيلا سيد ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.